السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى كتشوفوا هذا الفيديو هذا. كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، غادي نخلي لكم واحد المفاجاه هي انني غادي نوع من المحتوى ديال القناه ديالي. غادي ندير قصص مرعبه. المهم نتمنى تدعموني في هذا المحتوى هذا. والمهم غادي نبدا معكم واحد القصه. يلا بسم الله. كنت ديما تنقول بلي الرعب والبحث في كتب السحر والتعمق في الموضوع هي تسلية، وممكن يكون هير ترفيه لنفس لا أكثر. أنا تنقول هذا الكلام لأني دخلت لهذه التجربة بدون قصد. والله ما كنت نيتي يوقع هذا الشيء كامل، اللي كان هذه نهي حياتي. واللي ما تيخاف ما فايتش ليه قرا شي قصة شي حاجة على الرعب فبلا ما يقرا قصتي. انا اسمي عبد الرحيم وعندي 24 سنه. كنت عايش حياه عاديه الحمد لله. واخا كانت شي مشاكل، لكن ديما ما كنخليهاش تاثر على النفسيه ديالي، لان من غير على الرعب ديما تنقرا القصص تاع الناس. ديما كنقرا القصص ديال الناس، تاع الناس اللي عندهم مشاكل اكثر واكبر من السي ديالي، وما تتبقى قيمه المشاكل قدامهم. المهم قصتي بدات فاش كنت تندير واحد البحث على كائنات الظلام، حيت بصراحه كلشي تيخاف من هاد المخلوقات اللي تتعيش في الظلام. وبقيت تنقلب في موقع لموقع ومن صفحه لصفحه، ما لقيتش شي حاجه اللي هادي تقنع الفضول ديالي اللي كان فيا. والو مشيت لشي كتب حتى هما تلقى نفس الكلام والقصص، واخا كانت احداث واقعيه بلسان باحثين وعلماء في هذا العالم، وحتى شهادات اطباء نفسيه اللي عينوا حالات ناس دازوا من هاد التجارب. صافي عيت من داكشي وفقدت الامل بلي راه غادي نلقى شي حاجه اللي هادي ترضي بالفضول ديالي. ما علينا قلت ننزل نتسركل شويه ونبدل الجو، نشم شويه الهواء برا الدار. كان الليل والظلام في الزناقي بحال الضو مقطوع، وبقيت تنتخيل الصور تاع الجنون وتحضير الشياطين اللي كنت تنشوف في الانترنت، اللي تتخلع الناس. بقيت تنتمشى وتفكيري سارح معاهم. ما نقولش ما كنتش مخلوع، ولكن بحكم انا ديما كنت تنشوف هاد الصور كانت الخلعه ناقصه شويه. سمعت صوت تاع تليفون تيصوني وانا نجاوب الو. فهو الو عبد الرحيم، انا هيثم. لاباس عليك؟ فينك صاحبي؟ من قبيله وانا تنصوري عليك في الفيكس. انا لاباس الحمد لله، انا راه خارج من الدار. فين كاين انت دابا؟ هيثم انا قريب من الجرده اللي فين تنجلسوا ديما اللي حدا الروضه المنسيه. حتى انا قريب من تما 5 دقائق ونكون عندك. المهم تلاقيت مع هيثم وفقسنا وبقينا هضره تجبد هضره، وحتى هو عزيز عليه بحال هاد المواضيع، حيت هو اصلا صحفي تيركز على هاد المواضيع اللي تثير الجدل بين الناس. وقلت هذه هي الفرصه، وعاودت ليه كل شيء بالتفصيل الممل، وطلبت منه يعاونني ويشوف ليا شي قصه تكون مرعبه من الذوق تاعو، ولكن تكون واقعيه وحقيقيه. قال لي صافي، انا هادي نشوف ليك شي وحده تكون من النوع اللي تيعجبك. وهنا وصلت واحد الوقيته من في الليل، تفارقنا ورجعت انا لدارنا وقريت واحد القصه تاع السحر الاسود اللي ما حركات فيا والو. كان هاد الشيء والو عندي عادي. نهار تاني اتصل بيا هيثم وقال لي انا راه لقيت لك واحد القصه وهي حقيقيه من نوع خاص، ماشي فيديو ولا قصه مكتوبه بحال اللي فايت تتقرا. هذا واحد الولد تتقرا، هذا واحد الولد تنعرفه وتيقول باللي وقعت له شي حاجه غريبه هاد الايام. ما بقاش يخرج ولا غير ساد عليه في بيتو، وحتى واحد ما تيشوف اجبال لك حتى واحد ما كيشوفه. اجبال لك نمشيو لعندو. انا وافقت بلا ما نتردد، ودرنا الميعاد والوقت فاش غادي نتلاقاو ونمشيو نشوفوه. كان موعدنا اخر الاسبوع، هو النهار اللي تيكون كل شيء جالس، الاحد. المهم مشيت لحدا السكن تاعهم ولقيته تيتسنى فيا وهاز واحد الورقه في يديه. تسالمنا لاباس بخير وتيشوف في ديك الورقه. سولته معاش، قال لي هاد النوع تاع السيد اللي هاد النوع تاع السيد اللي غادي نمشيو عنده.
وبدات عليها اعراض الخوف والتوتر، وهو يفاجئني. قال لي: يا خويا عبد الرحيم بلاش ما نمشيو لهاد البلاصه. انا تفاجأت. علاش وهو كان متحمس ملي اقترح عليا الفكره تاع هاد الشخص اللي غادي نمشيو عنده. انا نشد من عنده الورقه باش نقرا العنوان وماناش خايف وفعلا كان العنوان مرعب. واحد المنطقه سميتها ساحل برارك الموت. هاد المنطقه اللي كانت معروفه من قديم عباره من برارك عشوائية قديمة كانت في نواحي المدينة، واللي ما تلقاش فين يسكن تيدير فيها براكة وتيستقر تما. هي كانت بعيدة شوية علينا، لكن في الأواخر الناس كانوا تيسمعوا ديما الصداع جاي من جهتها، ماشي صداع عادي، كان بحال غوات تاع الناس تيتألموا من شي حاجة تتأذيهم. في الأول كانوا تيقولوا واش شي مضاربة عادية بحال اللي تتشوف بين الشباب، ملي تنشوفوا بين الشباب وداكشي تاع التشرميل. لا من تاك التصوار ما كانش تيتوقف، ديما تيسمعوا حتى ولا كلشي تيهضر غير على وما قد غير عليه، وما قد حتى واحد يقرب من ديك البلاصه وعارف اش واقع تما، حيت هي تتخلع غير من الشوفه وزاد كمل على هذاك الصوت. المهم جمعوا شي وحدين وخبروا الشرطه، وفعلا ملي يسمعوا البوليس والمهم حيت هي تتخلع غير من الشوفه وزاد كمل على هذاك الصوت. المهم تجمعوا شي وحدين وخبروا الشرطه، وفعلا ملي سمعوا البوليس بالمر تاع الغوات جاو شي وحدين ومشاو يشوفوا اش وقعت وحلوا المشكل. لكن عاد ما زاد كثر الصداع والغوات تما، ولاو الناس يسمعوا حتى الغوات تاع الشرطه، وكبر الموضوع ومشاو خبروا الاعضاء الاخرين في الكوميساريه باش يجيبوا الدعم هذا اللي كان جاو وتوقعوا من المكان، ومنعوا اي واحد يدخل ولا يقرب من هذا المكان حتى عرفوا اش واقع تما، واش اللي هادي يوقع من بعد. واللي كانوا عارفين هاد الناس هو باللي دوك البوليس اللي جاو في الاول كلهم ماتوا، غير واحد اللي خرج من دوك البرارك وتيغوت بهستيريا وبغى يجري وتالف ما عارف فين يمشي ولا فين يجي. قالوا واش قالوا شي وحدين واش قالوا شي واحد اللي هجم عليه، لكن ملي قربوا منه لقاو عينيه بجوج محيدين من بلايصو بواحد الطريقه مفزعه، بحال محيدهم شي واحد بيدو وجهه كامل مع مرضم وتيغوت. عيطوا للاسعاف وجاو هزوه فيها. المهم صافي جاو هزوه فيها وفي الطريق بداو تيقولوا شي كلام ما مفهومش وتيغوت الجنون. كلاو لي عيني واحد شويه، خدا واحد الحديده كانت في الاسعاف، حديده عاديه وما عرفوش كيفاش ذبح بها العنق تاعو وقتل راسو بيديه. ملي سمعوا الناس هذا الامر ما بقى حتى واحد قدر يقرب من المنطقه، واي واحد زعم ودخل تما تيسمعوه غير غواتو وما تيبقاوش يشوفوه، مازال تما تيبقى. تجمعوا الناس واتفقوا باللي هذه يشعلوا فيها العافيه في ديك المنطقه باش اللي فيها يخرج وتوضح لهم الامر بشويه. بالفعل شعلوا العافيه في كل مكان، لا امل ما خرج من تما حتى واحد، ما بقاوش تيسمعوا صوت الغوات اللي كان تما وهما عارفين باللي حتى واحد ما خرج من تما غير البوليس اللي كانوا محيدين ليه عينيه، غير البوليس اللي كانوا محيدين ليه عينيه وانتحر قبل ما يعرفوا منه والو. على ساحل برارك الموت. ملي طفات العافيه وتحبس الصوت زعموا شي وحدين وقالوا على المكان من بعيد، وتفاجئوا وما بان ليه والو، لا جثث ولا اي حاجه، والمكان خاوي مهجور ما فيه حتى واحد. ورجعوا في حالهم خايفين لا يوقع لهم بحال مجرى الناس اللي كانوا تما واخا ما عارفينش اش وقع لهم. من داك الوقت سمات المنطقه
وداكشي باش تسمات المنطقه بساحل ساحل برارك الموت، وكل شيء تحول من حداها. بقات معزوله حين اللي تيدخل ليها ما تيخرج حي ولا حتى ميت، ما تيبقاوش يشوفوه، وكل شيء الكبير ولا صغير ولا عارف انه ممنوع الدخول لهذه المنطقه. وحنا هذا اول واحد تنسمعوا به ساكن في هذه البلاصه، هو اللي عندنا العنوان تاعو. كنا بغينا نمشيو نشوفوه. اول ما قريت العنوان كنت بغيت نقول لهيثم بلا ما نمشيو لعندو، هادشي فيه الموت بلا هادشي فيه الموت، نقلبوا على شي حاجه تانية. انا باقي وسولت هيثم واش هادي تمشي معايا هيثم ولا نمشي بوحدي. قال لي هادي نمشي معاك، ما يمكنش نخليك بوحدك. صافي تاكدنا باللي حنا خاصنا نمشيو لهذا المكان، وشدينا الطريق واخا كانت طويله شويه، ولكن ما حسيناش بها حين كنا متحمسين وفي نفس الوقت كنا مخلوعين. كل واحد فاش كيفكر وتيتخيل المنطقه كيفاش هادي تكون. وصلنا لتما باقي النهار كان تما تيبان خاوي، وكاينين شي برارق قدام تيبان منهم الرعب، وشي عظام تاع الحيوانات في الارض. حسينا بالخلعه، وانا ما عمرني حسيت بحال هذا الاحساس تاع الرعب، حيت انا كنت غير كنقرا القصص المرعبه، وانا دابا تنعيشها واقعيه حدا هاد البرارك اللي ماتوا فيهم مجموعه تاع الناس. كان الجو فيه ضباب بحال هادي تصب الشتا، وتخلعت هيثم ما بقيتش تنسمع منه والو، حتى هو بحال مصدوم، وتحكمت في راسي وبديت تنسمع شي اصوات غريبه، وتنحس بحال تابعنا شي واحد تنحس بحال تبعنا شي واحد. وتلفت بالخلعه وتنبغي نهرب، ولكن ما تنلقى حتى واحد. المهم كملنا الطريق وانا وهيثم حتى وصلنا بالضبط البراكه تاع الراجل اللي بغينا. كانت تخلع غير من الشوفه بحال العش لباب مقاد لا شراجم، وتتنبعت منها واحد الرائحه خايبه ما عرفتش تعاش، وكان المكان كله غريب وتيخلع. قلت اعوذ بالله وانا ندق الباب. المره الاولى ما كاين والو، وانا تنقول مع راسي يا ربي ما يكون حتى واحد. وهنا باش نرجعوا لدارنا ونعاودوا دقيت المره الثانيه وانا تنسمع الصوت. شفتها سمع تاع خطوات نسمع الصوت تاع خطوات، وتفتح الباب. بانت لينا واحد المراه ماشي كبيره بزاف في العمر، لكن وجهها كان شارف وفيه كثره التجاعيد وتيخلع. بقات غير تشوف فينا، وانا نغز هيثم اللي كان حتى هو مخلوع كتار مني باش يهضر معاها ويقول لها شي حاجه. هو اللي تيعرف عليهم كتر مني، وهو يهزر معاها. هيثم السلام عليكم الحاجه، لاباس عليك؟ واش كاين ستي الحاجه ابو حمزه؟ هي بقات غير تشوف فينا، ما قالت حتى كلمه. وهو يعاود هيثم قال لها صافي الحجه غير نمشيو. وهي ترجع شويه للوراء وحلات الباب مزيان وشيرات لينا بيديها باش ندخلو، ودخلنا وباقي مخلوعين. المهم الداخل كان اسوأ من اللي في الخارج. كانت البراكه كامله مخزه ومعفونه ومظلمه، والجدران مسخين والحشرات في الارض، وكانت تسمع غير صوت قطرات الماء اللي تطيح فوقها، ودايره الخز في كل بلاصه. كانت البراكه بحال شي قبر، وفعلا الناس ما غلطوش فيها فاش سماو هاد البلاصه برارك الموت. انا بديت تنقرا اي سوره تاع القران طاحت لي على بالي في ديك الوقيته. واحد شويه وانا نسمع الصوت هيثم حدايا قال السلام عليكم يا اهل الدار. خلعني بداك الصوت تاعو حين كان مخلوع حتى هو. يلا بغيت نقول ليه الهضره بشويه وانا نسمع واحد الصوت من الداخل قال وعليكم السلام. وزاد خلعني هذا الصوت كتر من الصوت غليظ وغارق وتيتعاود مع جدران البراكه واللي خاويه. درت ورايا باش نسول المراه واش هذا هو الحاج ابو حمزه. ما لقيتهاش حدانا وما عرفناش فين مشات، وحتى الباب منين دخلنا ما كاينش بلاصتو ولا ودايرين بينا غير الحيط والجدران.
نقص من بلاصتي وانا نغوت هيثم في الباب. منين دخلنا وفينا هي المراه اللي حلت علينا ودخلت. هيثم تبدل فيه اللون بحال هيتي ليه لسانه ما بقى تيقلع، ما كيبقى كيهضر، ما كيقول حتى كلمه، وفشل ما بقاش قاد يبقى واقف على رجليه. هذاك اللي ما عرفناش شكون اللي كاين لداخل كان كيسمع فينا، وهو يعاود يقول تفضلوا دخلوا عندي، انا فهمتكم، انا نفهمكم اش كاين، تفضلوا. انا وهيثم بقينا غير تنشوفوا في بعضياتنا، ما عرفناش اش نديروا. تبانوا لينا شي شراجم عندنا نفس الفكره هي نهربوا منهم، واخا كانوا صغار ما يقدروش يخرجونا، ولكن نحاولوا بواحد شويه. تشجعت انا نقول والله حتى نكمل، اللي بغات توقع. وفعلا دخلنا. اللي عنده انا كنت متوقع ان هذه نلقى شي حاجه من غير الانس، لكن لقيناه واحد الانسان جالس في كرسي المعوقين، وكان كبير في العمر، وكاين حداه واحد الكشه في الارض كامله وسخ وغبره. كان معلق حداه شي اكياس فيها واحد الحديده بحال السيروم تاع السبيطار، وكان خرج منهم تشيوات انابيب، بمعنى انابيب، وداخله في عنقه. وانا وملي بقيت تنشوف داكشي بدهشه وتخلعت باستغراب. هو قال لي هذا الشيء هو اللي تخليني نقدر نحرك غير راسي وعنقي. انا ما بقيتش عارف اش نقول ليه. بغيت نبتسم وما قدرتش ندير حتى حركه، لاني فاش شفت في وجهه كان تيخلع، ما كانتش عنده واحد العين، كانت محيده من مكانها، وتيبان العظم تاع الجمجمه تاعو، والعين الثانيه كانت بيضاء تماما، كان بصير ما تيشوفش. وهنا المعني تاع الوسع تاعو، وبقيت كان تنفكر مع راسي اش دار هاد الانسان حتى تتلح هكذا. واش اللي خلاه يبقى هنا اصلا؟ بقيت غير سارح، ما عرفتش اش هادي نقول في داك الوقت. واحد شويه هيثم قطع داك السكون اللي كان، وقال لي هيثم الحاج هذيك المره اللي حلات علينا الباب فين مشات؟ هو حضر راسو وقال ببساطه رجعت من بلاصتها منين جات. هيثم رد ما فهمتش اين بلاصه. هو ابتسم بألم وبقى تيشوف في الارض، وقال رجعت البلاصه اللي تحت رجليك، اللي كان هادي نرجعوا ليها التراب. انا مع الخلعه وهو بحال عاود فكرنا في الموت. قلت واحد الايه تاع القران بصوت منخفض، وهو غير سمعها وتعصب، الملامح تاع وجهه تبدلات وغوت عليا وقال لا ما تعليش صوتك، ما تقراش القران هنا، الا سمعوك هادي يخرجوا ما تخليهمش يسمعوك، عافاك. وكان كلامي ضغط. انا بقيت مكوانسه في بلاصتي، وهيثم كثر مني حتى هو يقول لي فين الباب اللي دخلنا منه ما بقاش. وحتى الراجل حتى هو ولا مخلوع بحالنا، واكثر من سمعني قريت القران. وهو يقول لي الراجل الباب خصو يخبر، ما حيتاش القبر ما فيهاش الابواب. وانا نتخلع مره اخرى وهضرت بلا ما نفكر، وقلت ليه القبور واش حنا في القبور واش انت كتخربق كثر من ما انا كنغوت وهو وجهه كيزيد يتبدل اكثر من قبل. صافي كيف ما قلت لكم هو تخلع اكثر منا، وبقى كيطلب في صاحبي باش ما يغوتش اكثر باش ما نغوتش بزاف وما يجيوش، باش ما يخرجوش لعندنا. وانا نقول له اشكون هادو اللي ما بغيتيش الحاج يخرجوا، علاش كتكلم؟ وضح لي الامور. هاد المره هادي هيثم اللي رد عليا وقال لي دابا غير سكت وخلينا نعرفوا الموضوع واش اللي واقع بالضبط. انا رديت بعصبه اش من موضوع ولا اش موضوع نقرينا. انا رديت بعصبيه اش من موضوع ولا قرينا الكحله. هو قال باللي حنا في قبر، واش عارف اش هادشي؟ راه يعني حنا دابا منين حنا ميتين ومدفونين تحت التراب.
المهم البنات غير خليكم معايا. فاش غادي نسالي غادي نعاود لكم عاوتاني الجزء الثاني، لان باش ما غاديش نطول عليكم لانه الفيديو فيه 19 دقيقه. والمهم غادي نسالي وغادي ندير لكم الجزء الثاني بسلامه. ما تنساوش ديروا الاشتراك وبارطاجيو، ولا عجباتكم نبقى ندير لكم بحال هاد القصص كاع الا بغيت. المهم الا عجباتكم قولوها لي نبقى ندير لكم بحال هكا. وراه غادي نزيد لكم ان شاء الله بارت الجزء الثاني. واللي عنده شي قصه مرعبه بحال هكا ولا قصه مع الجن شي نهار طرات ليه يكتبها لي في لي كومونتير باش نعاودها للناس. سلامه. ما تنساوش جيم وتدعموني بلايك، هي اصلا جيم، وشاركوا وبارطاجيو هاد القصه للعبره فقط.